هل العسل له دور كبير في تجديد الخلايا الدماغ؟ نعم. العسل يحتوي يا أخوان على تحفيز بروتين اسمه بي دي ان اف. هذا له دور كبير في التغذية العصبية المسؤولة عن تمايز وتكاثر الخلايا العصبية الجديدة. طيب، في شيء ثاني. نعم، انتم عارفين الانسان يا كبر يصير عنده تأكسد، فالعسل يحتوي على البوليفينول والفلافونويدز. اوكي، فهذه تعمل على محاربة الإجهاد التأكسدي. طيب، خلصنا؟ لا، العسل له دور كبير في تقليل الالتهابات العصبية، وأيضا له دور كبير في تنشيط النواقل العصبية، بحيث يعمل على التقليل أو decreasing الأسيتايلكولين ستريس. اوكي. طيب، له دور بعد حاجة ثانية. نعم يا أخوان، العسل يحتوي على سكريات، وسكريات أولية وثنائية وثلاثية، فهو يعتبر طاقة للدماغ.